أكيد دارن من نوخن خاقي خيتا خزيان المخبة بار تخزيلا أن لقاط شابيرة من أرش خيتا خبوتا بغداد قدا خلقت خزيان المخبة بتمزم باس خاملو آرابا إلى أن نلقاي أكيد أو إلى باست سينما أو مسرح باست سينما وبيما أكيد وأنا نلقايوتة دن تريقغلي جو خيوتة برناش أكيد وميدعتا مردو تانيتا قالي قابوتات خأتلن أرخى من أنجستوديو بتهمزمخ عمي بداهم لوقا. نرحب بحضرتك دكتور حازم الحربي أستاذ جامعي. صباح الخير، منورتنا بالاستوديو. صباح الخير. صباح الخير أستاذ جاك، صباح الخير مريم، صباح الخير على القناة السريانية، على هاي المؤسسة الأم شبكة الإعلام. أحييكم بتحية المسرح والسينما والفن في صباح عراقي يتجدد دائما ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. اكيد، شكرا لك، شكرا جزيلا لحضرتك. بدايه دكتور، يعني شنو اللي يخلي من السينما والمسرح انه تكون مرآة حقيقيه للمجتمع؟ برتولد بريخت احد الكتاب والمخرجين المهمين في المسرح يقول المسرح ليس مرآة الواقع، بل هي مطرقه لتقديمه وتشكيله بشكل اخر. المسرح والفن بشكل عام طبعا نتحدث لكم عن التشكيله، عن الزخرفه، عن الخاط، كل الفنون هي ما تنقل الواقع كما هو. يعني احنا في المسرح نقول هناك مخرج مفسر او ممثل، او حتى في السينما هناك مخرج مفسر وهناك مخرج مبدع. المفسر اللي ينقل الواقع كما هو، ما سوينا جماليه، لان احنا الفن يعتمد على الجمال وبالتالي ويعود أيضا إلى الفكر. نحن نبحث عن الشكل والمضمون، فبالتالي الفن بشكل عام هو ناقل للواقع لكن بأطر جمالية. يعني احنا نشوف يمكن إذا تلاحظون بعض الأشياء السلبية، الدم والقتل، من يتحول إلى الدراما راح ينطيه بشكل آخر، ليس هو القتل اللي نشوفه احنا بالشارع، يعطي معالجة لمشكلة حقيقية في المجتمع. واحنا نشوف دائما كل الفن حتى في اوروبا يقدمون فنون لغرض معالجه قضايا مثل المخدرات، الشذوذ، اي مشكله تكون هي ظاهره في المجتمع يتم علاجها من خلال الفن. يعني يسوون هاي الاضافات حتى ياثرون على القضيه اكثر واكثر، حتى يوصلوها بصوره اسرع يمكن. بالتاكيد. يعني شوف احنا في ايام القضية الفلسطينية حتى ما تغيب عنا، احنا في كل برامجنا في حياتنا، يمكن حتى في المقاهي بنقعد نسولف عن القضية الفلسطينية، صارت الهم الأكبر. نعم. أولا كعالم عربي وبالتالي إسلامي، مع احترامنا وجل احترامنا لكل الديانات الأخرى، لكن خلينا نكون قضية إنسانية. الفن يعالج القضايا الإنسانية. شوف في يوم من الأيام بدي أتفرج عن السينما، كان مهرجان الأفلام القصيرة اللي هو 3 دقائق 7 دقائق. يعني شد انتباهي فيلم حاصل على جائزة الأوسكار، فيلم مداه 48 ثانية. سيتفاجئ العالم 48 ثانية يحصل على جائزة الأوسكار. طبعا هو المخرج فلسطيني. هذا الفيلم كان راح اتحدث لكم بحجم اللقطات، يعني نعم. يعني بما انه انا اشتغل بالاعلام صار لي 32 سنه، فاحكيكم باللقطات والقطعات، بس يمكن السيد المخرج يضوج يقول لك هذا شغله مو شغلك. الفيلم عباره عن شنو؟ ساعه بريد، لقطه اوفر شولدر، يجي باب ينفتح يقدموا له ظرف. نعم. فساعه البريد ياخذ الظرف، ايش كاتبين؟ الى بلدي فلسطين، الى وطني فلسطين. ايه. ياخذ ساعة البريد ميديم على الحقيبه، يوضع الظرف فد اسود، يعني هو اللي عباره عن مرحله زمنيه. نعم. يطرق الباب، كف كلوز على يطرق الباب، ينفتح الباب، ينفتح من هذه المحفظه، هذه الحقيبه، ظرف يعاد الى نفس اليد اللي سلمته. ايش كاتب؟ عذرا، أعيدت الرسالة لعدم وجود وطن. فعلا كبيرة، يعني جميل جدا، يقشعر لها الأبدان. هذا برسالة بسيطة ب 48 ثانية صحيح. حصل على جائزة الأوسكار. الفن رسالة حقيقية، لكن للأسف في كل الحكومات يكون الفن في آخر الأدراج.
يعني مو ما دحكي عن العراق بشكل خاص، يعني دحكي على الحكومات العربيه حتى كان اصبح يعني هنالك بعض الدول تهتم كمصر مثلا سابقا وليس الان، تهتم لغرض التجاره، يعني يمكن السينما خصوصا، السينما خاصه يعني تنتج بالسنه 5 إلى 10 افلام مهمه كبيره. هاي انتاج هذا، لكن البلدان اللي بالتالي عندها قضايا كبيره تحتاج الى معالجه يمكن مدى يعني العراق ولاد للافكار، ولاد للمخرجين، عندنا عباقره اسماء مهمه، احنا لا نستهين بقدراتنا العراقيين. يعني احنا فقط قضيه داعش تنتج لك آلاف الافلام، آلاف القصص الموجوده، يعني جزاهم الله خير الاخوه في العراقيه قدموا قضيه الشهيد، يعني اثارت ضجه بالمجتمع العراقي، يعني اثبتت حضورها العراقيه من خلال الانتاج الدرامي، يعني بدعم دوله رئيس الوزراء جزاهم الله خير، اثبت نحن نحتاج الى تمويل الفن، وهذا طبعا من ضمن مجموعه اسئله اذا تحبون راح نتطرق على هذا الموضوع. بكل تاكيد. هل تساهم الاعمال المسرحيه والسينمائيه في الحفاظ على الذاكره الثقافيه للشعوب؟ فعلا هو هذا سؤال مهم جدا، وفعلا هو ليس بالارشفه، يعني الفن ما يشتغل للارشفه، الفن هو ينتج لنا افكار جديده او ثوابت لدينا قديمه ممكن يأرخها الى الجيل القادم. احنا عندنا تقاليد، عندنا اعراف، عندنا ثوابت مهمه بالحياه، عندنا الثوريه اللي بداخلنا احنا كعرب، عندنا ثقافه، ادب. هذا الفن على معالجه واعطاء زخم لهذه المواريث. يعني مثلا فيلم عمر المختار مثلا، فيلم ثوري قامت فيه بالجزائر اعاده انتاج هذه الفكره وهذا الحدث المهم بقى راسخ بالذاكره. فيلم الرساله، وهكذا مسرحيات عظيمه قدمت. يعني الان في المسرح تقدم مسرحيات للتعزيه الحسينيه، احنا هذا على مدار كل سنه نشوف كل العالم العربي او الغربي يشوف قضيه التعزيه، شلون نوثقها. احنا نشوف يمكن في مدينه الصدر، في المحافظات، في الذقار، يقدمون عروض ضخمه، هي طبعا هي وليست مسرحيه، هي مو جنس المسرح، هي مظاهر مسرحيه، لان تعرفون احنا في المسرح عندنا ثوابت بانه الشخصيه اللي تقدم هي فرضيه. ان اكون مثلا جاك هو نفسه ممكن يكون هاملت، بس هو مو هاملت، لكن يرتدي ثوب هاملت وفق معاييره وصفاته. احنا في التعزيه الحسينيه ما ممكن اقدر انطي شخصيه مغايره لشخصيه الحسين، احنا نسحله تابو، يعني هذا مقدس، فما ممكن ان يصير جنس مسرحي، يعني المسرح لازم يغير من الشخصيه. فلذا نشوف احنا بعض الاخوه من المخرجين بدا يعتمد على تجضيه الشخصيات في معركه الطف، يطلع اولاد مسلم بن عقيل، يطلع مثلا مسرحيه عن يزيد، مسرحيه عن شخصيه الامام الحسين لكن برؤى اخرى. هكذا يتم تحويل الماضي الى صور حديثه ممكن ان تتماشى مع هذا الكم الهائل والعولمه ودخول الموبايلات ودخول التقنيه الرقميه وتهجين المسرح والسينما والباقي. نعم، هو هذا كان سؤال ايضا، انه في ظل هذه الهيمنه والعولمه اللي ذكرتها حضرتك، لا زال برايك انه المسرح يقدر يحتفظ بمكانته؟ شوف مريم، يعني للاسف اتذكر في تسعينات القرن الماضي، ما شاء الله سنين تركض، يعني نعم، في تسعينات القرن الماضي او ثمانينات القرن الماضي بدا المسرح العراقي يفقد، يعني بدأ نتحدث عن المسرح العراقي فقد هويته. ليش؟ تحول الى، مع احترام عذرا للمشاهد والساده المقدمين، تحول الى هاي النساء يعني بنات اللي الراقصات بدأوا يصعدون على الستيج. غيرت المفاهيم اكيد، هذا تغيير كان مقصوده، طبعا كانت جدا مقصوده. شاهدنا هذا الشيء بعد 2004 5 الى ربما، بس بدات تتعالج ما بعد 2000، يعني بدا اكو وعي مسرحي صار، لكن تغييبهم خلال هاي الفتره اللي عقديا اذاهم بشكل كبير، اذى اسم المسرح، بدل ما قام تجي عوائل محافظه
يمكن بالسبعينات يسولفون. صحيح. ما عايش هاي الفتره، وبالستينات يعني يسولفون بانه عوائل عراقيه تحضر كانت العرض المسرحي والسينما شاهدنا من خلال مسلسلات قديمه يعني. احسنت، كان حضور وحضور مميز، ويقتلون البطاقات الدخول من قبل ساعات يعني. الان افتقدناها، اصبح المسرح للنخبه. التحول اللي صار بالثمانينات والتسعينات بدا الحق يعني حرب، فيجي العامل ويجي مع احترامي لكل المهن يجي يريد يحضر يشوف اسفاف، يريد يضحك. اصبح للاسف بعض حتى الكوميديا، لا يعني الكوميديا لها، هو دا يتحدث عن الكوميديا بشكل عام. اذا تكلمنا عن الكوميديا دكتور، شنو الفرق بين هاي الكوميديا شنو بيها المهرج مثلا يجي على المسرح كذا، او انسان كوميدي كعادل امام اسطوره مثلا؟ فعلا صحيح. شنو هذا الفرق؟ ليش احنا ما نخلق هاي الكوميديا الجميله يعني؟ احنا يعني هو امتدادا لسؤالك حتى استكمل لك راح اوصل لسؤالك. قلت لك في الثمانينات وفي التسعينات تحولت المسرح التجاري اللي شباك تذاكر مثل برودواي هماتين شباك تذاكر، فاصبح المسرح لما نسميه تجاري وفعلا هو مالي، لكن احنا نقول هو شباك التذاكر بكل تاكيد، نقلل من قيمه هذا الصنف المهم من المسرح. تحول الى راقصات واسفاف، ان اخرج مضمون المسرح، رساله وهدف المسرح. الفن هو رساله بما فيها المسرح بشكل خاص. ما عاد يعني يجي يعني يشاهد المتلقي موضوع تعالج مشاكل الآنية، يشاهد رقص والفاظ نابيه على المسرح. طبعا الخشبه احنا نسميها الخشبه المقدسه بكل تاكيد، مع فارق الشبه. بالمنبر من يجي شخص ديني رجل دين يلقي محاضره، الغرض منها شنو؟ توعيه الناس وايصال رساله. هذا المسرح كذلك ما فارق الشبه، يعني هذا له قدسيته وهذا له قدسيته بشكل اخر. فتشوف تحول المسرح من فكره من وعي الى عمليه تلهيه وفكاهه في وقت معين وتنسى. يعني هسه لو تروح تستطلع كل اللي يشاهدوا هكذا شنو كانت الفكره؟ ما عنده اي فكره. مثل هسه العولمه اللي دخلت هجين الى المسرح، الهيلوغرام والكذا، هذا الابهار اللي تشوفه ما يبقى راسخ بالذكر، العفو بالذهن، مو مثل العروض اللي تمتلك ذاك الوعي المهم. فتحولت اما المسرح مثل ما تفضل اخ جاك، يعني تقول عادل امام، دكتور يعني استاذ عادل الامام شخصيه حافظت على هويه الكوميديا الى الان. من تروح او تشاهد مسرحيه مدرسه المشاغبين فعلا، مو الواسيد يعني الشغال، هي يمكن سبعينات مو ثمانينات. سبعينات يعني أنا لحد الآن يمكن من أكون ضايش لازم أشاهدها، يعني مو أشاهد لقطة أو لقطتين، لا أشاهدها كلها وأكيد حافظها، يعني حافظها يعني عالجت لك موضوع، أكيد يعني ناقشت لك موضوع بكل تأكيد، يعني الطبقة البرجوازية. نعم صحيح. وهذه الكوميديا دكتور لم يتغير فيها شيء منذ ذلك الحين إلى هذا الحين، يعني لم يتغير، صح، لم يتغير القفشات، لم تتغير، بقت على ثوابت. هاي ثوابت. من يقول لك يعني مو ناس عندهم لحمه وياكلوا لحمه. شوف هو بالضبط. هاي شفت الطبقه البرجوازيه شلون عالج بطريقه بسيطه. صحيح. عالج قضيه الفوارق ما بين الطبقه البرجوازيه والطبقه المعدومه. ما نشتغل على الطبقه الوسطى المتوسطه، الطبقه المعدومه والطبقه البرجوازيه، فهو كان يعالج القصد شنو؟ هسه احنا على سبيل المثال يعني وتحياتنا طبعا لكل كوميديين العراق، اكيد عندنا اللي هو الاستاذ ثاني استاذ ناهي مهدي واستاذ احسان دعدوش واياد رابي. بدايه 2004 2005 كان اكو هنالك مثلا لقطات كوميديه لهؤلاء الممثلين. فاذا تراجع هاي الحلقات هي آنية، يعني يعالج لك مشاكل بذاك الوقت بطريقه كوميديه، وصحيح يعني هذا مو غلط. بس احنا اذا نجي نقارن مثلا مع هذه المسرحيات اللي ذكرناها قبل قليل، لا هاي مسرحيات اذا بعد 50 او 60 او 70 سنه نشوفها تبقى كوميديتها. صحيح. لهذا السبب افتقدنا حضور الجماهير. لهذا السبب ماكو بعد عوائل تحضر. يعني انا ما اسمح لنفسي اجيب عائلتي وتسمع مفردات تخدش الحياه. صح ولا لا؟ يعني من يجي واحد وانا مثل عائلتي زوجتي او بنتي او كذا وقاعدين وتشوفي يلفظ الفاظ دنيئه
غير اخلاقيه، وطبعا مع العلم لان احنا مجتمعنا مجتمع محافظ، عنده تقاليد وعنده اعراف، ما ممكن ان اسمع ممكن في بعض الدول يعني شوف مثال، احدى الفرق المسرحيه اجت عرضت في مهرجان على المسرح الوطني. كان العرض لممثله كبيره بالسن طبعا عمرها 70 سنه او اكثر. قدموا مسرحيه اعتقد هو مسرح اسمه كاسبر، عرض مسرحيه كاسبر. قدمت كانت لابسه ملابس اللحميه. اصبحت ضجه كبيره. ليش؟ شافوها الناس عاريه بس هي ملابس لحميه، مرأة كبيره جدا بالسن. في اليوم الاخر انحال تحقيق ودخل وتم اعفاء مدير العام، اصبحت ضجه. ليش؟ كون هذا العرض الغربي يعني انعرض في مكان محافظ. احنا ناس نبقى شرقيين رغم اختلاف الديانات، لكن هذا عرقنا يعني ما نقدر ان تتجرد من مبادئك وتقاليدك واعرافك. انت تشوف المسيح كان عايش بمنطقه سكنيه مملوءه من الشخصيات المتعدده، الاجناس المتعدده، تلقى هذا السني وهذا الشيعي وهذا، فهي خليط. هذا الشخص يتاثر، يعني انت مو ابن عائلتك، انت ابن بيئتك، لان انت راح تعيش بالبيئه اكثر مما تعيش بالعائله بالبيت الواحد. فنشوف هذا التاثير راح يتاثر بشكل عام، راح يتاثر اي مجتمع، اي متغيرات في المجتمع راح تكون متغيرات. دكتور شنو هي التحديات اللي تواجه المسرح العراقي؟ طبعا الاستاذ المخرج يقول لي يمكن اخر سؤال لان ما باقي لنا وقت مع الاسف يعني داهمنا الوقت يا حبيبي. سؤال مهم جدا حقيقه، تحديات تواجه المسرح العراقي والسينما خصوصا، السينما بصوره يعني خطين جو السينما. ظاهر تخرج سينما؟ لا انا احب السينما متابع، احب السينما بصوره يعني اكثر ربما اكثر من المسرح يعني. اي لا فعلا. لماذا لا نرتقي بصوره كبيره يعني في العراق؟ يعني لازم يكون هنالك سينما صح. يعني احنا قبل قليل ذكرت انه عندنا مخرجين وعندنا كل شيء يعني لدينا امكانيات. لماذا لا يعني ما هي التحديات؟ شوف عمود انتاج السينمائي او التلفزيون بشكل عام الفن هو المال، الانتاج، الاموال اللي ما ممكن انت تروح الهوليود تنتج مثل الهوليود بكل تاكيد بمليارات الدولارات طبعا، لكن ما يعرفون يسوقوها ويعرفون يجيبون ثمارها من ينعرض في الشاشات، يعرف ايش قد التذاكر راح يباع الفيلم، يضاعف المبلغ بكل تاكيد. عندنا تجارب صارت ما بعد 2003 بصراحه، بس عندنا الحدود الملتهبه والافلام هاي كانت هذا راحت في زمنها, في زمنها ما انتج. احنا ما عندنا، احنا المشكله بكل الفن اغلبيته احنا مقتبسين للفن، احنا الشعب العربي مقتبسين حتى المسرح يعني تناص. اي بالضبط تناص. احنا مو اهل مسرح، احنا جبناه من الاغريق، من الرومان، من العصور الحديثه، وهكذا تجارب الى ان نوصل للعراق. السينما عندنا تجارب مهمه، مثلا محمد دراجي بعد 2003 وكان زميلنا في المعهد وسافر غادر الى اجى جاب تجربه مهمه بغداد، قدم الفيلم واخذ جائزه. قلت لك عندنا عقول جميل جدا تحتاج الى رعايه واكو الدولة. عقول يعني تعمل في بقيه الدول هي عراقيه، لماذا لا نستقطب هذه العقول؟ يعني حتى في الولايات المتحده هنالك مخرجين عراقيين فعلا. هو عشان اعتمادنا على الناس اللي نقلت تجارب مهمه ان كان في كل الفنون. احنا سابقا كنا نقول انه النظام السابق بعد كان مغيب، بس احنا ما عندنا يعني نقدر فعلا. جاك ملاحظه كلش مهمه طبعا. حتى قبل ان نختم وياكم غيب الطاقات، عزل العراق عن العالم الاخر. لا تلفزيونات فعلا هسه تقول تلفزيون والموبايل هذا اجانا مرات نقمه، لكن انت تبقى يمك كبشر يعني تستخدمه اما بالطريقه الصح وما بكل تاكيد. لكن التجارب اللي غادرتنا الشباب تعلمت من تجارب مهمه، طروحات مهمه في الغرب. صحيح. هسه نقلوها ان بحيث احنا متفاجئين. نعم. لكن العراقي دائما شوف بشكل بسيط، هذا الموبايل بال 2000 انا طلعت العمان مهرجان مسرحي، شفت اطفال مخلين جهاز ما شنو هذا؟ وهذا شنو؟ قال هذا خلوي. شنو خلوي؟ قال موبايل هذا جوال. هذا اطفال لعبوا طوبه بيناتهم صغار. تو يمتى نوصل لها؟ شوف بال 2003 ورا 2003 2004 2005 قام باع القناه الغاز عنده احدث موبايل طبعا صار انتقال. صار انتقال. فالعراق بلد خير
وبلد ولاد للطاقات بكل تأكيد. وإن شاء الله أكيد إحنا حاملين القضية. شكرا جزيلا دكتور. يعني طبعا الوقت داهمنا. نعم. حقيقة مستمتعين أكيد طبعا. كنا نتمنى وقت أطول ويا حضرتك، إن شاء الله ورا البرنامج وقت البرنامج أكيد طبعا أكيد إن شاء الله ما يكون آخر لقاء. أكيد الله طبعا. يحفظك إن شاء الله. طبعا دكتور حازم الحربي أستاذ جامعي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا، شكرا لجاك، شكرا لكادر البرنامج الأخ المصور، شكرا للبروديوسر على إتاحة الفرصة أن نكون ضيف، وإن شاء الله يكون خفيف الظل. أكيد طبعا. شكرا لحضرتك. أكيد.